صباح الخير وصباح النور عليكم. اليوم نشارك معكم الكبسة او البرياني بطريقة مغربية وبأعشاب وعطرية 100% مغربية اللي متوفرة في كل بيت. خليك مع الفيديو حتى الاخير وما تنساش تشجعني بلايك واشتراك في القناة. نبداو على بركة الله. في طنجرة او كوكوط وضعت القليل من الزيت وبصلة كبيرة قطعت على هذا الشكل طولي وشحرتها مزيان غير بوحديتها حتى حضرت هذا اللون الذهب. من بعد ما تشحرت البصله على هذا الشكل زدت عليها كيلو ديال الفخيدات. نتوما تقدروا تعملوا اللي متوفر عندكم. الكبسه الاصليه كتجيب اللحم ديال الغرمي كتجي رائعه والاذواق تختلف. صافي شحات الفخيدات مع البسيله بهذه الطريقه وهذه هي العطريه ديال الكبسه بلا زياده بلا نقصان. عندي هنايا رز ديال الثومه كامل والكمون والخرقوم والابزار والسكنجبير، حبيبات من الهيل وجوج حبيبات من باديانه او 3 وبسيبيسه والعود ديال القرفه وشويه الملح. هنا صبقت الاعشاب هما الاولى باش يتشحروا مع الدجاج والعطريه خليتها تقرب تنزيد الماء باش ما تحرقش. زدت واحد الحبه كبيره ديال المطيشه مقطعه مربعات ممكن تحكوها وصافي. هنا زدت العطريه اللي بقات لي ومعلقه كبيره من مركز طماطم ويطرونس د الماء. صافي هنا سديت على كوكوط لمده نص ساعه حتى طاب الدجاج. وبالنسبه للرز اللي استعملت فمن الاحسن تستعمل هذا النوع هذا بسمتي كيجي مفرز حبه على خطا وما كيتعجنش. صافي غسلت جوج خصلات وصفيتهم من الماء وهنا دازت نص ساعه. الدجاج كان طاب مزيان حيدته عملته في لاطه الفران ودهنته بالزبده ودخلته يتحمر شويه. صافي زيت الروز ونقصت عليه العافيه خليت الروز يطيب بلاتي عليه ومره قلبوه شوفوا واش باقي خصو الماء. الا كان باقي خصو الماء زيدوا شويه الماء. قطعت واحد بصير على هذا الشكل هذا طولي وزدت شويه ديال الملح وشويه ديال الدقيق. ممكن تعوض الدقيق بمعلقه ديال مايزينا. صافي هنا عملت التقله وبقيت مقابلها وكنحركها ما وقفتش يدي متحرك حيت البصله بالزربه كتحرق. بقيت كنحركها ومقابلها حتى تقلات وخدات هذا اللوين مذهب. وهنا الروز من بعد ما طاب طلع منه واحد الريحه يا سلام. داك ميلونج ديال الاعشاب بسيبيسه والهيل وباديانا ورق سيدنا موسى والعود القرفه عطاو واحد الريحه ومذاق مختلف على الاطباق د الرز اللي كنحضروا دائما. وهنا زينتها بالبصيله اللي سبق لي وقليتها معكم. التزيين كيبقى اختياري. زدت شويه ديال المعدنوس مقطع رقيق والثومه اللي طابت مع الرز وشويه ديال اللوز مفسوخ ومقلي. كان هذا هو الشكل النهائي وضروري ترافقوها بهاد لاصوص فيها ياغورت طبيعي شويه الملح شويه ديال الابزار ونص خياره محكوكه. وكذلك كترافق بهاد السلطه اللي فيها الخيار ومطيشه وعصير ديال الحامضه وشويه ديال الابزار شويه ديال الملح. وكتقدموها بالصحه والراحه ودائما الكميه كتكون على حساب افراد العائله. وهنا بقى الا نقول لكم الى اللقاء، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.